النهارده هنوريكم الحركه اللي انتم شايفينها قدامكم دي على الماكينه الهاف اوتوماتيك او النص اوتوماتيك، حركه السكويجي او السحاب. الحركه يمين وشمال. هنوريكم النهارده ازاي تعمل الحركه على الماكينه وتنفذها، وايه هي القطع بتاعتها وازاي تعملها. حركه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، بس هنشرحها ازاي ننفذها. على الماكينه النص اوتوماتيك لازم بيكون عندك حركتين. حركه هي اللي على اليمين والشمال بتاعه السكويجي، وفي حركه تانية بتبقى على المكنه فوق وتحت. الحركه اللي فوق وتحت دي في بعض الناس بعض المكن بتبقى السكرينه او الشبلونه هي اللي بتطلع وبتنزل، وبعض الناس تانية بتعملها القالب نفسه اللي بتحط فيه المنتج بتاعك هو اللي بيطلع وبينزل. طب ليه بيطلع وبينزل؟ بيطلع عشان يلبس السكرينه ويطبع، وينزل عشان تقدر تشيل المنتج بتاعك من تحت السكرينه، ويجي يطلع تاني عشان يطبع. فبيبقى عندك حركه تانية اللي هي اللي فوق واللي تحت. عندنا حركه يمين وشمال السكويجي، حركه تانية فوق وتحت، يا اما بتبقى للسكرينه يا اما بتبقى للقالب. دلوقتي هنشرح مع بعض ازاي نعمل الحركه اليمين والشمال على السكويجي، وتفضلوا معايا نفصفص الحركه كل جزء لحاله ونشرحه، وليه احنا عاملين الدايره دي بيضاوي مش دائريه، وايه السبب. طبعا ده هيبان في الفيديو التاني بس هشرح لكم برضو، وتفضلوا معايا نشرح الحركه عامله ازاي. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده الموتور اللي هتستخدمه للماكينه. طبعا انت اختار الموتور اللي يناسبك، بس انا بفضل اللي انا بستخدمه، ودي مواصفات الموتور اللي انت هتستخدمه. طبعا دي اول حاجه. نشوف بقى اللي بعد كده. الاسطوانه الدائريه اللي بتلف. القطر بتاعها انت على حسب القطر بتاعها بيديك مساحه الطباعه قد ايه. يعني مساحه الطباعه من الى هو بيتحدد بالنسبه للقطر بتاع الاسطوانه واحنا عاملين في الاسطوانه فتحه في النص، لان الفتح دي بيبقى ادجستبل، يعني انت تقدر تظبط فيه المساحه اللي انت عايز تطبعها، كبيره صغيره، تقدر تصغر وتكبر المساحه. الى جانب لو خدت بالك ان الاسطوانه ما هياش دائريه، لا الاسطوانه دي بيضاويه. البيضاويه ليه؟ عشان هتبان معانا في الفيديو التاني ان شاء الله. القطر الصغير هو اللي هيكون الماكينه فوق، والقطر الكبير هتكون الماكينه تحت. ده هنشوف بعد كده الفيديو التاني الحركه اللي هي فوق وتحت ف هنبينها في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس الاسطوانه ما هياش دائريه، هي بيضاويه، وتحددها انت باي طريقه مش مشكله، بس المهم تكون طبعا كل ما يكون بيضاوي اكتر كل ما ارتفاع هيبقى اكتر، كل ما تكون بيضاوي قليل كل ما الارتفاع يبقى شويه يعني. شوف اللي بعده. هنا برضو انا حبيت ابين ان الاسطوانه الفتحه اللي احنا عملناها في النص دي بيركب فيها بيرنج. احنا هنبين البيرنج ده بنستخدمه في ايه. بيرنج بيبقى ظاهر من بره ومربوط من الناحيه الثانيه بالمسمار. فاللي انتوا شايفينه في النص ده بيرنج. ده الجزء بقى اللي بيركب فيه السكويجي او السحاب. لو انت خدت بالك العمود اللي طالع من فوق ده اللي بيركب فيه الهولدر بتاع السكويجي. المربع اللي في النص ده جواه بيرنج رمان بيلي، بيجري على العمود اللي انت شايفه يجري يمين وشمال، فلازم يبقى جواه بيرنج او رمان بيلي. العمود اللي هو الكبير اللي قدامكم انا هوريكم دلوقتي من ظهره عامل ازاي، عشان البيرنج اللي احنا الرمان بيلي اللي وريناه لكم في الاسطوانه حطينا فيها بيرنج بيجري جواها. هوريكم الظهر دلوقتي ان شاء الله. ده برضو اللي هو الهولدر اللي بيركب فيه الهولدر بتاع السكويجي. انا حبيت ابين لكم وشه من منظر من القدام هيبقى كده، انما الظهر انا هوريكم الظهر يبقى عامل ازاي، بس تبقى عارف الشكل بتاعه. من الوش هيبقى عامل كده، والظهر بتاعه
هيبقى زي ما انت شايف كده، الظهر بتاعه مجوف في تجويف في النص، عشان التجويف ده هو اللي هيجري فيه البيرنج او الرمان بيلي اللي احنا ثبتناه في الاسطوانه البيضاويه. في الاول في الصوره الاولانيه خالص الاسطوانه البيضاويه لما حطينا البيرنج عملنا التجويف دوت عشان يجري جواها فوق وتحت، فالحركه تبقى يمين وشمال. دوت برضو انا حبيت ان انا اوضح لكم على المربع اللي في النص دوت اللي هو بيجري جواه العمود. المربع ده جواه بيرنج طويل من قدامه من قدامه من ورا، بيرنج طويل عشان يجري جواه العمود يمين وشمال. المربع طبعا تحدده بناء عن العمود اللي انت هتعمله والبيرنج اللي انت هتجيبه، او تجيب البيرنج وتحدد عليه العمود بتاعك يعني. ده برضه انا حبيت ابينه عشان تعرف ان المربع دوت عباره عن جواه بيرنج. اهو ده شكل المربع وشكل التجويف اللي جواه اللي هيتحط فيه البيرنج. على فكره هو بيرنج يا اما تجيب بيرنج 2 بيرنج، واحد قدام واحد ورا، يا اما هو بيبقى فيه بيرنج سبيشال موجود شركه فيست وغيره، بيبقى بيرنج طويل وده الافضل اللي يجري جواه العمود. الطباعه بالنسبه للماكينه الواحد اوتوماتيك، الواحد لون اوتوماتيك، في طباعه بالنسبه للسطحي وطباعه بالنسبه للدائري. الفيديو الاولاني والفيديو الثاني اللي احنا شغالين فيه دلوقتي دي الطباعه السطحيه. ان شاء الله هنكمل بعد كده ونوريكم الطباعه الدائريه والفرق بينهم. فرق بسيط جدا يعني. انت لما تيجي تطبع دائري او تطبع سطحي في تغييرات بسيطه في الماكينه بتتعمل هنوريها لكم، بس احنا دلوقتي هنشرح الطباعه السطحيه، يعني الفلات اللي هو على تيشيرت او على ستيكر او على اي حاجه سطحيه. وزي ما انتم شايفين الحركه ديت احنا شرحنا في الجزء الاولاني الحركه الرأسيه وكانت بالمنظر دوت زي ما انتم شايفين، بس انا عدلت عليها شويه حاجات بالمنظر دوت. عملت سبورت من تحت او دعامه من تحت عشان العمود لما يروح ويجي ما يتهزش، يبقى في دعامه من تحت ماسكاه على رمان بيلي بيجري جواها. دي انا زودتها عن الفيديو الاولاني، وركبت برضو السكويجي فوق الاخضر اللي انتم شايفينه عشان يبان ان دي الحركه بتاعه السكويجي. خلينا نرجع لموضوعنا بقى اللي هو الحركه الافقيه او حركه القالب، طلوع القالب. طبعا برضو في الفيديو الاولاني انا كنت قلت لكم ان الدائره اللي انتم شايفينها ديت هتكون بيضاوي، فانا لما جيت انفذ الحركه لقيت البيضاوي بيطلع القالب وينزله، يطلع القالب وينزله، يطلع القالب وينزله، وانا مش عايز الحركه بالطريقه ديت. انا عايز القالب يطلع فوق يقف عقبال ما يخلص طباعه وينزل تاني تحت، يشيل المنتج ويطلع تاني فوق يطبع وينزل تحت يقف، يعني وهو بيطبع يقف يدي مساحه للسكويجي يشتغل فوقيه وينزل تحت يتشال المنتج. فكان لازم ان انا اعمل اغير في الدايره ما تبقاش بيضاوي، تبقى بطريقه معينه هوريها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله ازاي تنفذ الدايره ديت. وهو ده سر المكنه، يعني انا اكتشفت ان الدايره دي هي القطعه الذكيه اللي موجوده في المكنه او القطعه السر بتاع الماكينه. هنوريها لكم ازاي نعمل الدايره ديت في الاخر، بس هنوريكم الاول ايه المكونات بتاعه الحركه الافقيه واجزائها عباره عن ايه. طبعا ديت الدايره تاني حاجه هنعملها، وانا كنت شرحتها في الجزء الاولاني، بس في الجزء الاولاني قلت لكم انها هتبقى بيضاوي،
بس انا رجعت قلت لكم لا، هي مش هتبقى بيضاوي، هي هتبقى بالمنظر دوت. وهقول لكم ازاي نعملها بالمنظر دوت، او السكيل بتاعها او الرسمه بتاعتها ازاي تكون بالمنظر دوت. بس هنشرح الاول اجزاء الحركه الافقيه مكونه عباره عن ايه، وبعدين نشرح الدايره دي معموله ازاي، لان هي تعتبر اهم حاجه في المكنه. الدايره دي تتعمل ازاي؟ ده الجزء دوت ده مهم برضو، ده بيكون بالمنظر دوت. من فوق هيبقى بيرنج رمان بيلي، ومن تحت برضو بيرنج رمان بيلي. والقطعه اللي في النص دي عباره عن بتلف على الووز بحيث انها تضيق وتوسع، تطور وتقصر العمود دوت عشان تقدر تلمس البيرنج اللي هوريه لكم بعد كده للاسطوانه الدائريه. ده عبارة عن عمود وراكب فيه قطعتين الحديد اللي انتم شايفينهم فوق دول، راكبين على رمان بلي، عشان يبقى فيه امكانية ان هم يطلعوا وينزلوا. فالقطعتين دول راكبين على رمان بلي على العمود دوت، ولكن ثابتين، لا بيتحركوا يمين ولا شمال، بيتحركوا فوق وتحت بس. ده طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده الحديدتين اللي احنا شرحناهم، ماسك فيهم او ملحوم فيهم العمودين اللي نازلين دول، ومربوطين مع بعض على حرف يو، عشان دوت بيركب عليها القاعده الخشب اللي انت هتطبع عليها، او قاعده حديد مش مشكله، او قاعده صاج اللي انت هتطبع عليها الفلات بتاعك. ادي العمودين احنا ركبنا عليهم القاعده الخشب او القاعده الحديد اللي انت هتطبع عليها، اللي هي هتطلع وهتنزل، اللي هي تركب عليها المنتج ديت. بقى العمود اللي هو بيتحرك وبيلمس الدايره الدائريه، الاسطوانه الكبيره، واللي هو يعتبر الحركة الأساسية بقى اللي بيطلع وبينزل المنتج. وزي ما انتم شايفين كده في عليها 3 بيرنج. بيرنج اللي على الشمال دوت اللي هو بيحركها، بيكون ثابت من ناحية وبيتحرك العمود بيطلع وبينزل. والبيرنج اللي في النص دوت ده اللي هو بيجري عليه الاسطوانة الدائرية. والبيرنج اللي على الشمال دوت اللي هو بيكون ثابت فيه العمود اللي هو بيطول وبيقصر المساحة بتاعة الطباعة. هنا بقى خلينا نتكلم على اهم حاجة في المكنة، وهي الاسطوانة الدائرية ديت. احنا كنا عاملينها بيضاوي، وقلنا بيضاوي مش هينفع، لان بيضاوي هيخلي الحركة طالع نازل طالع نازل طالع نازل بس. انما احنا عايزين الحركة تنزل وتطلع، تقف فترة زمنية وتنزل تاني، وتطلع على طول وتقف فترة زمنية وتنزل تاني. وكان لازم نعملها بالطريقة ديت، عبارة عن دايرتين بقطرين مختلفة، واحد صغير واحد كبير. زي ما انتم شايفين كده، دايرة اللي هي قطرها الازرق، ودايرة اللي هي قطرها الاحمر، ودخلناهم في بعض وخدنا المماس بتاعهم. زي ما انتم شايفين كده خدنا مماس الدايرة الكبيرة، وبعدين رحنا مكملين الدايرة كلها بالمماس بتاع الدايرة الصغيرة، فأصبحت نص أو تلت الدايرة واخدة الدايرة الكبيرة، والتلت الاسطوانة واخدة الدايرة الصغيرة. وفي حاجة مهمة جدا، لما تيجي تثبتها بقى في المكنة، هتاخد أنهي قطر، أنهي سنتر؟ هتاخد السنتر بتاع الدايرة الكبيرة ولا السنتر بتاع الدايرة الصغيرة؟ لا، تاخد السنتر بتاع الدايرة الصغيرة، تاخد السنتر بتاع الدايرة الصغيرة. يعني انت لما تيجي بتثبتها في الموتور بتبص تلاقيها مش راكبة في النص، هتلاقيها مترحلة يمين شوية او شمال شوية. هتلاقي ان انت واخد السنتر مش في وسط الدايرة، لان السنتر اترحل كده. فانت بتاخد السنتر بتاع الدايرة الصغيرة، ما تاخدش السنتر بتاع الدايرة الكبيرة.
فهتبص تلاقيها لما تركب على الموتور هتلاقي ان انت واخد سنتر، مش سنتر الدايره بالظبط، هتلاقي السنتر مترحل شويه. هنغير شوية حاجات بسيطة في المكنة. بالنسبة للحركتين هنغير فيهم حاجات بحيث ان احنا بدل ما نطبع سطحي المكنة تقدر تطبع دائري. هنتكلم على الحركة الدائرية، ازاي نحول المكنة ديت من سطحي الى دائري. يعني انت لو عندك مكنة بتشتغل سطحي وعندك اوردر دائري، طب ما انت ممكن تحول المكنة من دائري لسطحي، رغم ان المكنه مفيش امكانيه، بس انت ممكن تعدل على المكنه وتغيرها من سطحي لدائري او من دائري لسطحي. وده اللي هنشوفه في الفيديو ازاي ايه الفرق بين السطحي والدائري، وازاي انت تقدر تحولها من سطحي لدائري، او عاوز تعمل ماكينه دائري او عاوز تعمل ماكينه سطحي. وده اللي هنوريه لكم في الفيديو النهارده. خلونا نشرح في البدايه الاول. احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني على الحركه الرأسيه اللي هي بتحرك السكويجي يمين وشمال زي ما انتم شايفين كده. ده اتكلمنا عليه في الجزء الاولاني ووريناكم ازاي تعمل الحركه ديت. واتكلمنا في الجزء الثاني زي ما انتم شايفين كده اهوت على الحركه الافقيه، وقلنا لكم برضو ازاي تعمل الحركه ديت فوق وتحت، ازاي تعملها على المكنه، وازاي تعمل الكامه او الدائره ديت ازاي ترسمها، لان هي دي اذكى حاجه في الماكينه. وفي الجزء الثالث زي ما انتم شايفين كده جمعنا الحركتين مع بعض وعملنا المكنه ووريناكم ازاي تجمع الحركتين مع بعض بالترتيب بتاعهم في المكنه عشان تقدر توصل للحركه بتاعتك اللي هي تعتبر السطحيه. المكنه السطحيه رأسي وافقي زي ما انتم شايفين، السكويجي رايح يمين وشمال، والقاعده الخشب اللي تحت طالع فوق وتحت. النهارده احنا هنتكلم عن الحركه بقى الدائريه زي ما انتم شايفين كده. في فرق بين الاثنين وده اللي هنتكلم عليه. الحركه الدائريه زي ما انتم شايفينها في اختلاف بينها وبين الحركه الرأسيه. خلونا نبتدي نتكلم عن الحركه الرأسيه. لو خدت بالك ان الحركه الرأسيه هنا مختلفه عن الحركه الرأسيه في الماكينه السطحيه او اللي بتتبع سطحي
زي ما انت شايف كده انا جايب لك الفرق بين الاثنين. الحركه في الماكينه الدائريه، الحركه في الماكينه الدائريه بيبقى السكويجي ثابت والسكرين هو اللي بيتحرك. الماكينه الدائريه السكويجي ثابت والسكرين هو اللي بيتحرك. في الماكينه اللي بتطبع سطحي السكرين ثابت والسكويجي هو اللي ايه بيتحرك. ده الفرق اللي بين ايه الماكينه السطحي والماكينه الدائري. تاني، الماكينه زي ما انت شايف كده، انت عندك الصوره اللي فوق، الفيديو اللي فوق ده بتاع الماكينه الدائريه. هتبص تلاقي ايه السكويجي ثابت مكانه والسكرينه هي ايه اللي بتتحرك. ده بالنسبه لايه للطباعه الدائريه. الفيديو اللي تحت ده للطباعه السطحيه. هتبص تلاقي السكرينه ثابته والسكويجي هو اللي ايه اللي بيتحرك يمين وشمال. ولكن الحركه نفسها اللي احنا شرحناها في الفيديو رقم 1 هي نفس طريقه التصنيع هي. الفرق ايه؟ ان انت بدل ما تثبت الحركه في السكويجي بتثبتها في السكرينه زي ما انا وريتكم كده. بدل ما تثبت الحركه في السكويجي بتثبتها فين؟ في السكرينه زي ما انت شايف في الفيديو الاولاني كده. في السطحي بدل ما تخلي الحركه في السكرينه بتخليها في الايه؟ في السكويجي زي ما انت شايف في الفيديو كده. اذا الفرق بين الماكينه الدائريه والماكينه السطحيه ان الماكينه الدائريه السكويجي ثابت والسكرين بيتحرك، الماكينه السطحيه السكويجي بيتحرك والسكرينه ثابته زي ما انتم شايفين كده. يعني انا حبيت اوضح لكم الاثنين. تعالوا نشوف بقى ايه الحركه الافقيه والفرق بينها برضو وبين السطحيه والدائريه. هنا بقى هنتكلم عن الحركه الافقيه. اللي انتم شايفينها قدامكم دي الحركه الافقيه للماكينه الدائريه، وده الفرق بينها وبين الحركه الافقيه للماكينه السطحيه. الفرق ايه؟ الفرق ان القالب هو هنا القالب بيطلع وينزل، وفي الماكينه السطحيه الخشبه اللي انت بتطبع عليها السطحيه بتطلع وتنزل. هنا بتطلع وتنزل وهنا بتطلع وتنزل. الفرق ايه؟ الفرق ان الماكينه الدائريه القالب بتاعها على رمان بلي، على بيرنج، على رمان بلي. رمان بلي دوت متحرك. اما يطلع القالب فوق، القالب اما يطلع فوق والسكرين ينزل عليه، والسكرين يتحرك مع القالب يتحرك معاه. يعني انا دي دائريه وادي القالب فيها اهو على رمان بلي، وادي السكرينه تتحرك معاها القالب. حركه السكرينه هي اللي بتحرك القالب كده اهو، ويروح نازل تحت ويطلع فوق تاني. السكرينه هي اللي تحرك القالب. فالفرق ايه؟ الفرق ان القالب اللي انت بتطبع عليه الدائري طبعا بيبقى على حجم المنتج اللي انت بتشتغل عليه، اذا كان قاروره مدوره ولا اذا كان علبه كبيره ولا سطل ولا القالب بيبقى على حجم المنتج بتاعك. والقالب بيبقى على بيرنج، على رمان بلي يطلع فوق ينزل السكرين عليه. احنا اتفقنا ان السكرين في الماكينه الدائريه هو اللي بيتحرك، فتلاقي يتحرك ويحرك مع القالب، السكويجي ثابت يقوم يطبع على المنتج. فزي ما انتم شايفين كده الفرق بين الماكينه الدائريه والماكينه السطحي ان القالب على بيرنج وبيبقى دائري وبيبقى على بيرنج ويطلع فوق يلمس السكرينه يتحرك. انما تصنيع الحركه هي نفس تصنيع الحركه اللي عملناها في الجزء رقم 2. احنا في الجزء رقم 2 اتعلمنا ازاي ننفذ الحركه ديت وازاي نعمل الكامه
بالبيضاويه ديت هي مش بيضاويه، هي بطريقه معينه وريتها لكم في الجزء الثاني، وازاي نفس الحركه اللي عملناها هي بس بدل ما بتثبت خشبه انت بتثبت قالب دائري على بيرنج زي ما انت شايف في الحركه دي. واتمنى ان انا اكون وصلت لكم الفكره وتكونوا استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ايمن رضا، مؤسس جروبات صناع العرب وصاحب قناه ايمن رضا للمشروعات.